باربي السينما المصرية وعلاقتها بالرجالة اللي سببوا لها أزمة نفسية كبيرة. هنا الزاهد عانت من التنمر من وهي صغيرة، وجوزها السابق كان سبب عقدتها من الجواز. حلم الشهرة اللي قعدت عمرها كله بتحلم بيه اتحقق متأخر وبعد معاناة كبيرة. بتعاني من الاكتئاب من ساعة موت الفنان طلعت زكريا، وكان بالنسبة لها أبوها الحقيقي مش بس جوز أمها. هنا الزاهد باربي السينما المصرية. تفاصيل كتير عاشتها الفنانة الجميلة هنا الزاهد، طليقة الفنان أحمد فهمي، من يوم ما اتولدت سنة 1994 ولحد ما وصلت لشاشات السينما والدراما. عندها أختين بنات أبوهم سبب لهم عقدة كبيرة من كتر ما كان بيتخانق مع أمهم بسبب خلفتها للبنات، وإنه نفسه يبقى عنده ولد ومش قادر يتقبل فكرة إنه أبو البنات، وعمرهم ما حسوا إنه أبوهم. وبعد فترة قررت أمها تنفصل عنه. هنا الزاهد من صغرها بتعاني من التنمر وسط زمايلها في المدرسة اللي كانوا كل يوم بيتريقوا على صوتها، وده سبب لها مشاكل نفسية وخلاها تلجأ للعلاج النفسي. ورغم كل اللي كانت بتعاني منه في طفولتها كانت مركزة على حلمها ونفسها تبقى ممثلة مشهورة وكل الناس تعرفها وتتكلم عنها. واللي ساعدها على ده إن بعد ما دخلت مجال التمثيل في أدوار صغيرة كانت بتجيلها جواز أمها من الفنان الراحل طلعت زكريا، واللي كانت بتعتبره أبوها الحقيقي وكان كل حاجة بالنسبة ليها. وبعد وفاته جالها حالة اكتئاب وحست إنها خسرت أبوها اللي كان واقف جنبها وبيدعمها وكان دايما موفر ليهم جو أسري مريح، واضطرت تروح للمرة التانية لطبيب نفسي عشان تتعالج من حزنها عليه. وده طبعا غير إنها لما كبرت برضه ما سلمتش من التنمر والتريقة على صوت اللي كان بيأثر على نفسيتها بشكل مستمر. لكن هنا استمرت في حلمها وبدأت مشوارها الفني بأدوار بسيطة زي دورها سنة 2003 في فيلم المشخصاتي، وقعدت بعديه فترة لحد ما جه دورها سنة 2009 في مسلسل ونيس الجزء السادس للفنان محمد صبحي، وفضلت في الأدوار دي لحد ما في 2016 جالها الدور اللي نقل حياتها الفنية نقلة تانية، وده كان مع الزعيم عادل إمام في مسلسل مأمون والشركاء. ومن بعدها بدأت هنا تاخد وضعها ويجيلها أدوار كبيرة وتحقق نجاحات كتير لحد ما بقت نجمة من نجوم شباك السينما في مصر، وكل أفلامها بتكسر الدنيا، ده غير الأعمال الدرامية الناجحة اللي بتشارك فيها خصوصا في الموسم الرمضاني. هنا شايفة إن نجاحها ده مش شطارة منها، وإن الموضوع مجرد أرزاق، وإن كل واحد بياخد اللي مكتوب له وعلى قد نيتها ربنا بيرزقها. من الفن للحياة الأسرية اللي عانت فيه سنين، كانت دايما خايفة من موضوع الجواز خصوصا بعد وفاة جوز أمها طلعت زكريا. اتعرفت على الفنان أحمد فهمي واللي كان صديق مشترك بينها وبين علي ربيع نجم مسرح مصر، وكان معجب بيها جدا. لكن على قد خوفها من جوازاته الكتير قبلها إلا إنها وافقت عليه، وبالفعل اتجوزته وفضلوا مع بعض كذا سنة لحد ما حصل اللي كانت خايفة منه، وبعد خلافات حصلت ما بينهم انفصلوا. ده بالنسبة ليها كان سبب كافي إنها تتعقد من فكرة الجواز مرة تانية، وبقى كل تركيزها على نجاحها في أعمالها الفنية والأعمال اللي بتتعرض عليها. انتوا كمان شاركونا رأيكم في الأعمال اللي بتقدمها الفنانة هنا الزاهد، وما تنسوش تعملوا فولو لصفحتنا على الفيسبوك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب.